حاله معينه انت هتعيشها في لحظه معينه، هتلاقي ان انت بتتعامل في الحاله ديت بشكل معين. انت هيأت الوضع لعقلك، يعني عقلك انت قلت له ان انت في اللحظه دي انت خايف، اللحظه دي انت متوتر، فجسمك هيتعامل وهتعامل كلك على اساس ان انت متوتر دلوقتي. هتلاقي نفسك انت بتتلعثم في الكلام ومش عارف تتكلم مثلا، مع ان الموضوع ممكن ما يكونش خالص فيه توتر ولا يكون الموقف نفسه محتاج ده، لكن انت خفت من اشخاص معينه او حصل لك مواقف معينه في حياتك. المواقف ديت كانت شبيهه للموقف اللي انت فيه ده دلوقتي، وكان ردة فعلك في الموقف ده كان فيها الحاله ديت. وبرده الواحد لما بيجي يتكلم قدام الناس، يعني انا مثلا دلوقتي انا بتكلم في لحظه من الصمت شويه، لكن الواحد لما يجي يتكلم مع الناس عامه بيبقى حاسس ان الميكروفون معاه، هو لازم يتكلم وياخد وقته. بس في ناس كتيره في حياتنا ما بتديكش فرصه ان انت تتكلم، يعني هي بتبقى عايزه تتكلم هي كمان، بتبقى عايزه بس هي يعني اكمل الجمله الاتيه، ده اللي هو عايز يملى لك الكلام. يعني هو انت بتتكلم مثلا وهو بيكمل لك بقى الكلام اللي انت المفروض تقوله. طب انا عايز اتكلم، انا هقول الكلام اللي انا عايز اقوله، انت ليه بتسبق كلامي؟ يعني ليه عايز تتكلم انت مكاني؟ يعني فكله بيبقى عايز يتكلم بس مش عايز يسمع التاني. يلا انا هتكلم عشان عايز اتكلم، انت ممكن اصلا تعيد الكلام كذا مره عشان الشخص اللي قدامك اصلا مش بيسمعك. وهنا برضه بنيجي لنقطه ان الشخص فعلا بيبقى على حسب ما هو برمج، فتبقى فجاه ان انت بتضطر ان انت تتصرف في الموقف ده على اساس البرمجه اللي انت اتبرمجت بيها، والبرمجه دي اصلا ما بيكونش انت السبب في البرمجه دي، يعني انت حد برمجك. المبرمج الاساسي اللي هو ربنا عز وجل، يعني هو اللي برمجنا كلنا عقلنا يعني، بس في حد بيعمل انكودنج طول الوقت، يقعد يدخل بيانات جديده في عقلك. عينك طبعا بتلقط كتير جدا، العين بتقلد على طول بتشوفه قدامها، غير ان انت في كلام بيتخزن بتسمعه كتير. واكتر تاثير بيأثر عليك هو تاثير الاب والام طبعا، بعد كده بيجي تاثير الاخ واخت، بيجي تاثير بقى المدرسه نفسها واصحابك وكده، برضه هم بيكونوا برضه متبرمجين، برضه متاثرين برضه بناس تانية باهلهم برضه. فهنا بيحصل بقى الصراع، بيحصل الاختلاف، فالانسان بيحس ان هو ايه، بيحاول بقى يستوعب نفسه، يفهم نفسه البرمجه دي، يعني هو برمج كده ازاي، ويبقى مش فاهم هو ليه في مواقف زي كده بيتصرف كده. مع اشخاص معينه بيتصرف معاهم بالشكل ده، لكن مع اشخاص تانية مش بيتصرف بالشكل ده. يعني ليه الانسان بيتصرف كده؟ يعني مفيش حاجه تدعو الى الخجل او الخوف او التوتر ده او التهتهه في الكلام او الامور دي كلها. فده للاسف بيحصل عشان الانسان نفسه بيتعامل على اساس اللي هو متعود عليه. انت مثلا لو في موقف معين متعود ان انت هتتصرف ان انت تبقى شجاع، فهتبقى شجاع. المفروض تبقى جريء، هتبقى جريء، الجرأة هتجيلك. فده بيحصل مع تكرار الحاجه. ومثلا ممكن تشوف موقف قدامك، حاجه مثلا المفروض تاخد فيها قرار، المقاطعه مثلا بتاعت الاتجاهات اللي بتدعم الكيان الصهيوني مثلا. لو انت مثلا في الموقف ده ما خدتش موقف، فهتبقى بتتساهل في نفس الامور تاني. قيسوا عليها بقى كل حاجه تانية مثلا في الدنيا، انك بقى ليك راي، يعني تمشي عكس التيار انت شايفه، تتكلم على الحق، ده بيساعدك كل مره ان انت فعلا تتكلم على الحق. بس لما بتسكت خلاص انت بتتعود على السكوت، بتتعود انت تشوف الغلط قدامك وتسكت عليه، خلاص بيبقى عادي بالنسبه لك، دي حاجه عاديه جدا. الموضوع كان عظيم جدا جدا، دلوقتي ما بقاش عظيم خلاص، بقى الموضوع بقى حاجه سهله قوي، بقى العظمه بتاعته دي راحت. قيس بقى عليها برضو الكبائر مثلا، الكبائر اللي احنا المفروض ربنا الواحد اصلا ما ينفعش ابدا يعملها يعني، فبقت حاجه اللي هو لما واحد يشوفها كتير قدامه ويبقى عايش في مجتمع يشوفه بشكل مستمر، بالنسبه له بقى الكبائر دي حاجه بقت عاديه بعد كده خلاص، ما فيش مشكله يا عم عادي صباح الفل. المثليه الجنسيه بقى كمان نفس الحاجه، كل حاجه، حتى الكذب نفسه. الواحد لما بيكذب كذبه ويحس ان خلاص عدت، وبعد كده بيجي عليه مره تانية بيكذب تاني، لو هو ما كانش داري بده هيلاقي نفسه بعد كده ان هو في اي موقف زي كده بيتعامل على الاساس دوت. فعشان كده مهم جدا جدا الواحد فينا هو يشوف هو متبرمج ازاي في اي موقف هو متبرمج فيه، لازم يسال نفسه هو انا دلوقتي المفروض اتعامل ازاي، هو المفروض الصح ايه. ده اللي المفروض الواحد يعني يحطه دايما في الاعتبار، لان هو لو ما تصرفش بالشكل ده هتلاقيه بعد كده ان هو بيبدا يتغير شكله هو ممكن ما يكونش حابه ابدا. كتير جدا بقى من الصفات اللي ممكن تكون محدش فينا بيكون عايزها موجوده في شخصيته تفضل ان هي تبقى موجوده، خلاص اتبرمج هو في المواقف ديت بيتصرف بالشكل ده. انتوا ايه رايكم في الكلام اللي انا بقوله ده؟ يا ريت تقولوا لي ده في التعليقات تحت عشان كلنا نستفاد من بعض. بس واشوفكم ان شاء الله موضوع جديد، فيديو جديد، في لايف جديد قريب جدا باذن الله. مع السلامه.